السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم قناة كويزين مينينا الجيريان. في هذه الفيديو راح نشارك معكم وصفة تاع مشوك الجنجلان، وصفة سهلة وسريعة، يجي معسل للقلب ويجي هشيش وبزاف بنين. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من الوصفات، وما تنسونيش بالجنب فضلا وليس امرا. في هذه الوصفة نحتاج 250 غرام تاع مارغرين تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، وندير لها قرصة تاع الملح ونص كاس تاع سكر ناعم ولا سكر عادي، هنا راني نغربل فيه. مارغرين ضروري تكون طرية. وندير هنا مغرف صغيرة معمرة مليح تاع لافاني، وندير حبة بيض كاملة مع صفار بيضة، والبيض نخليه باش نرمد فيه الحلوى تاعي. ونجيب الضرب الكهربائي ونضرب هذه المكونات مليح مليح باش يدخل المكونات في بعضها من بعض. هنا نضرب لمدة 3 دقائق، وتقدروا تستعملوا غير فوي ولا بيدكم. كما قلت لكم ضروري المارغرين تاعكم تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة باش تعاونكم وتجيكم سهلة في الخدمة. هنا مرة على مرة كنت نهبط المارغرين بسباجول باش نقدر نضربها مليح بالضراب الكهربائي. لازم تخلطوا مليح. بعد ما خلطهم مليح بهذا الشكل نبدا نضيف المكونات الاخرى. هنا عندي كاس تاع جنجلان يكون محمص ومرحي، وكاس تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي. انايا الكاس تاع كاوكاو ماهوش معمر لانه ما كانش عندي بزاف. ودرت نص كاس تاع حلوة الترك ولا الشاميه. والكاوكاو كي تحمصوه ديروه بقشورو باش يجيكم بنين، وكي تحمصوا الجنجلان والكاوكاو حمصوهم هذاك النهار باش يجيكم بنان، ما تحمصوهمش يعني نهار من قبل. نخلط هذه المكونات مليح مليح. نحاول نذوب هذيك حلوة الترك باش ما تقعدليش حبيبات. نبدا نضيف الفارينة بالتدريج. انا درت الكاس الاول ولازم تغربلوها. الكاس المستعمل تاع 220 مليلتر، وهذا الكاس الثاني. ودرت مغرف صغيرة معمرة مليح تاع خميرة كيميائية، ونخلط بالسباجول. انا في البداية خلط بالسباجول، بعد نكمل بيدي باش نعرف القوام. وفارينة روحوا معها غير بالعقل باش ما تنشف لكمش لاباط تاعكم. ولازم تتحصلوا على عجينة تكون طرية، تلصق شوية في اليد، يعني طرية شوية على عجينة الصابلي باش الكاطو تاعكم يجيكم بنين وخفيف. لو كانت ديروا العجينة تاعكم بزاف يابسة ما راحش تشرب لكم العسل، وراح تجيكم ناشفة، ما تولي تتشقق بزاف كي تكونوا تشكلوا فيها. يعني القوام تاع العجينة تكون طرية، ضروري تكون طرية. في البداية درت 2 كيسان ممسوحين تاع فارينة، والكاس الثالث نضيفه بالتدريج. وانتم على حسب نوعية الفارينة اللي تستعملوها، كاين فارينة اللي تشرب وكاين فارينة اللي ما تشربش، يعني ما تقيدوش بالمقادير اللي عطيتهم لكم تاع الفارينة. قادر تديلكم اكثر بشوية ولا اقل بشوية. اهم حاجة باش تنجح معاكم الحلوى لازم لاباط تاعكم تكون طرية، ما تكونش يابسة وتتفتت. هنايا الكاس الثالث درتو كامل، يعني دات لي 3 كيسان ممسوحين تاع فارينة، وانتم على حسب نوعية الفارينة. أنا بعد ما كملت جمعت العجينة تاعي وتتشكل معايا كرة، نديرها في كيس بلاستيكي ونبدا نوزن فيها مباشرة. أنا وزنت كل كرية 25 غرام. كي تكملوا توزنوا العجينة تاعكم كامل، هذوك الكريات غطوهم بكيس بلاستيكي باش ما يقيسهمش الهواء وينشفوا معاكم. كما راكم تشوفوا هنايا الميزان هبني، قاعده نوزن ونعاود هكا باش نتاكد بلي كريه راهي 25 غرام. نكمل نوزنهم كامل. بعدها نبدا ندير فيهم في البياض البيض والجلجلان. هنا عندي هذاك البياض البيض اللي كنت درنا في لاباط حبه بيض وصفار بيضه، وهذا البيض راح نرمدو فيه. ندير الكريات تاعي في البياض البيض ونزيد نديرها في الجلجلان، نرمدها مليح ونحطها في الكيسات. هنايا شوفوا كوروها قبل، بعدها ديروها في البياض البيض، قطروها مليح وحطوها في الجلجلان. وهنايا قبل ما تروحوش تحطوها مباشرة في الكيسات، لا المره الاولى شتوني غلط حطيتها مباشرة في الكيسات. لا هذه المره واش ديروا عاودوا كوروها مليح، يعني مدوا لها لا فورم شابه باش كي طيب تجي شابه. شوفوا نعاود لكم، نديرها في بياض البيض ونحطها في الجلجلان، نرمدها مليح. بعدها نحكمها ونكورها قبل ما نحطها في الكيسات. نمدلها شكل شباب، شكل دائري. نعاود معكم حبه واحده اخرى. شوفوا هنا راني نكور فيهم قبل ونحطهم في البياض البيض، نرمدهم مليح في البياض البيض. بعدها نرفدهم هنا بيدي باش نحي هذاك الزائد تاع البياض البيض
بعدها انا مسحت يديا وعاودت جيت نرمد في الجلجلان. كل حبه نديوها في الجلجلان نعاودو نكوروها باش نحطوها في الكيسات هكا باش تجي الخدمه تاعكم متحوفه. بعد ما كملت شكلت الحبات تاوعي كامل، سخنت الفرن تاعي على 180 درجه، خليته يسخن لمده ربع ساعه. بعد كي دخلت الحلوى تاعي طيب نقصت له درتو 160 درجه، درتو في الرف الوسطاني، ما ديروش قريب للنار وعسوه ما راحش يطول معاكم. جبدوا حبه وشوفوا اذا طابت لكم من تحت. كي يطيب لكم من تحت طفيو عليه وشعلوا له من الفوق يتحمر، ما تخلوهش ابيض. انا الحلوى نحبها محمره، ماشي تحرقوا الحلوى تاعكم، اعطوها تحميره تكون شابه باش تقعد لكم لاطول مده. هنايا غير تخرجوها وهي سخونه. كل وحده ديروا لها مغرف كبيره تاع العسل. العسل هنايا راهي بارده والحلوى راهي سخونه، ما لازمش تكون العسل سخونه والحلوى سخونه، لا لا، الحلوى هي اللي تكون سخونه والعسل تكون بارده. كل وحده ديروا لها مغرف معمره مليح وخلوها تتشرب وتبرد مليح باش تقدموها. انايا زينتها بالكرز المجفف. هذاك الكرز واش درت، كنت ذوبت شويه تاع غلوكوز ولصقت به، ما حبيتش ندير لها في البدايه ويطيب معاها، حبيت حتى نطيب الحلوى تاعي ونزينها نتوما كما تحبوا. وهنايا بعد ما زينتها كما راكم تشوفوا درتها في طبق التقديم، قسمت معكم حبه، شوفوا كيفاش تجي معسله وبنينه وهشيشه. كل ما تقعد راح تطرى معكم، غدوه من ذاك تلقاوها طريه ومعلقه، ونهار الاول تلقاوها كروستيون وتجي بزاف بنينه. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفه سهله وسريعه توجديها في وقفه، ما تديش معك بزاف الوقت، وتاني تخرج لكم كميه كبيره. انا قطعت لي اكثر من 40 حبه ما حسبتهمش كامل. في الاخير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو في فيديو اخر مع وصفه جديده. ما تنسونيش بالجيم على الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مع السلامه.